النهارده انا مبسوط في لعيبه النادي الاهلي، واتمنى من الكابتن محمود الخطيب ان هو يعني يدي اللعيبه دي فوق دماغها. ليه؟ لان انا مش شايف انت بتلعب فريق 10 لعيبه ومن الاول ومتقدم 1-0 والدنيا حلوه وجميله. ايه اللي يخليك النهارده تضيع فرحه جمهور النادي الاهلي اللي بيحتفل بصعود النادي الاهلي او بوجود النادي الاهلي في كاس العالم للانديه؟ انا مش عارف يعني انتوا كلاعيب الكوره يعني ايه اللي عندكم؟ ايه المشكله اللي عندك ان انت يا عم الحاج ما تكسبش النهارده؟ الراجل الحكم طرد لك لعيب، من وجهه نظري انا شايف ان هي ما فيهاش طرد. انا كاهلاوي بقول لك والله العظيم ما فيها طرد، وعمر كمال عبد الواحد ما كانش يطرد. هو الراجل ادى انذار، كان الموضوع مشي والكره عدت خلاص. لكن الطرد ده هو اللي عمل كده في لعيبه النادي الاهلي. وهرجع برضو واقول لك ان انا فرحان جدا جدا في لعيبه النادي الاهلي، وانا كاهلاوي النهارده فرحان ان الاهلي هيلعب كاس عالم. ليه يا ابني انت وهو؟ ليه تعكننوا علينا؟ ليه تضايقونا؟ ايه اللي يعني ايه اللي في دماغك ان انت يبقى عندك الاحساس ان انت خلاص ضامن الماتش والموضوع ده؟ انت بتلاعب فريق قوي جدا وفريق محترم قوي. انا مش عارف، ولكن هرجع اقول لك ان ضربه الجزاء بتاعت سعد سمير ما كانش ليها اي 30 لازمه. وانا لو زملكاوي هبتدي اشك ان ضربه الجزاء دي متعمده من سعد سمير. ما هو انا ايه اللي يخليني الكرة على الشمال؟ ايه اللي يخليني اعمل ضربة جزاء في حتة زي دي؟ يعني انا مش عارف، ولكن انا اقول فرحان في لعيبة النادي الاهلي. حزن كبير داخل الشارع الاسماعيلاوي، ومش الاسماعيليه بس اللي زعلانه، ده كل جماهير الكرة المصرية زعلانة للي بيحصل للدراويش. ايه اللي بيحصل في اسماعيلية؟ انا مش فاهم. معقولة يا جماعة الاسماعيلي في 7 ماتشات ياخد 3 نقط؟ الاسماعيلي دراويش مصر، برازيل الكره المصريه، اول فريق واخد افريقيا، اول فريق واخد دوري ابطال افريقيا، ياخد 3 نقط من 7 متوشه؟ مش عارف بجد، الواحد زعلان زعلان زعلان. انا على طول اقول ان الفرق الجماهيريه هي عمود الكره المصريه. النهارده زي ما الواحد حزين للاسماعيلي فرحان لغزل المحله. المحله بيأدي اداء محترم. ايه اللي ناقص لعيبه الاسماعيلي؟ ايه الفكره اللي عندكم؟ يعني انا مش فاهم. النهارده الاسماعيلي بيخسر 2-1 من بيراميدز في قلب اسماعيليه. قلب اسماعيليه ده انا لما كنت بروح في الثالثه شمال مع جمهور النادي الاهلي في اسماعيليه بقول يا رب نطلع بتعادل، بالرغم ان احنا كنا بنكسب. ويا رب تكون الحلقه عجبتكم. ما تنسوش صلوا على سيدنا محمد وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.